السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو مهم قوي. طبعا الفيديو ده اتطلب مني، يعني جالي سؤال من حبيبه كده، من من متابعين القناه. قالت لي انا عايزه اعرف احفظ الجبنه ازاي بس بره التلاجة. شوفي وتابعي الفيديو للاخر، الفيديو ده هيعجبكم قوي وهيفيدكم كمان. طبعا معايا جبنه قريش زي ما انتم شايفين كده، انا هعملها لكم، يعني هحفظها لكم مده طويله بثلاث طرق مختلفه، كل طريقه مختلفه عن التانية، والثلاث طرق ان شاء الله هتلاقيهم متاحين عندك، والحاجه هتلاقيها باذن الله موجوده في البيت، يعني مش هتروحي ولا تيجي. تابعي الفيديو للاخر، والاول حطي لي لايك علشان الفيديو يترفع. يلا حطي لي لايك دلوقتي حالا علشان كل الناس تشوف الفيديو بتاعي. اول حاجه كده يا جماعه، انتوا عارفين طريقتي في الجبنه القريش، وانا عامله لكم فيديوهات كتيره قوي موضحه الجبنه القريش وطريقه الترويب في الصيف وطريقه الترويب في الشتاء. وطبعا لو محتاجين اي حاجه قولوا لي، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتير. هنا الجبنه انا كنت مقطعاها مثلا من ساعتين 3، بحفظها ازاي الاول كده قبل ما ابيعها او قبل ما اتصرف فيها او قبل ما اشتغل فيها على طول. بحطها في كيس لازم تتلف كويس وتتحط في التلاجة علشان ما يدخلهاش هوا. هنا بقولك ان انا هحفظها في اي علب، بس انا جبتلك حاجة تكون متاحة عندك، ممكن في علب من علب التلاجة او في العلب البلاستيك ده. الواحدة ب5 جنيه والغطا بتاعها محكم، وكمان مش هتضطري يعني تجيبي حاجة من بيتك لو انت محتاجاها، ممكن تبقى عندك العلب وممكن لا، فدي اسهل حاجة ان انت تجيبي العلبة اللي هي الجاهزة دي. طبعا هنا بوريكي الجبنه ان انا مقطعاها مثلا من ساعتين 3 وسبتها شرشت شويه شرش وصفتهم. وبعدين معايا اكياس كده، الاكياس دي يا جماعه اسمها المناديل، دي اللي انا بعمل فيها الجبنه المعمل، اللي بحط كل قطعه كل قطعه بحطها في المنديل بتاعها. طبعا هنا عشان حته الجبنه القريش صغيره انا قسمتها 2 زي ما انتم شفتوها كده بالظبط. يعني بمعنى ايه، ان المنديل بدل ما يبقى كبير او على حتة القريش، انا كده قطعته 2 وبدأت ان انا الف كل قطعة لوحدها. دي خطوة مهمة جدا، تلف كل قطعة لوحدها. طبعا ده الحفظ في التلاجة، لكن لو بتحفظي في الفريزر تلف برضو كل قطعة لوحدها، وما تحطيش اي سوائل، وترصيها في علبة وتحطيها في الفريزر، تفضل معاكي بدل السنة 2. تطلعي الحتة او القطعة تفك معاكي وتاكليها كأنها لسه طازة حالا حالا يعني. لكن الطريقة اللي انا بعملها ديت مش بره التلاجة يا جماعة، لازم برضو تكون جوه التلاجة. طبعا كده انا بلفها كلها او الكميه اللي انا عايزه اخزنها. انا بس بجرب لكم الفيديو، انا طبعا مش اصلا انا مش عايزه اخزن الجبنه القريش لان هي معايا كل يوم وبعملها كل يوم زي ما انتم شايفين، لكن انا بس بعمل لكم الطريقه علشان يعني بعمل لكم الفيديو مخصوص لحبيبه قلبي اللي اقترحت عليا وقالت لي كل سؤال اعمليه بفيديو. والله يا ست فكرتك كانت حلوه، كانت الفكره في دماغي، بس انا كنت طبعا يعني عايزه تشجيع. ما تحرمش منكم يا رب، ومن تشجيعكم ومن افكاركم الجميله. هنا بقى برص في العلبه زي ما انت شايفه كده، وبحط في كل علبه بقى ايه، برصها الرص العاديه خالص. وبعدين هقول لك احنا هنعمل لهم النهارده الشرش او المحلول بتاعهم 3 طرق من محلول. زي ما انت شايفه هرص الاول كده في برطمان، يعني لو عندك برطمانات، انا بقى دايما عندي البرطمانات الازاز ديت بكل احجامها، بس انا بديك افكار علشان ما تقفيش على حاجه. هنا رصيت كده، وزي ما انت شايفه ما يبقى معايا 3 من المحلول. هيبقى معايا لبن، هحط له معلقه ملح مش كتير، ما تكتريش ملح عشان ما تبقاش حادقه. ما تنسيش ان هي جبنه قريش. وهيبقى معايا يعني لبن اللي هو الحليب يا جماعه، مش اللبن الرايب، لبن الحليب عشان اخواتنا الخلايجه. وهيبقى معايا شرش الجبنه المعمل، انا لسه عامله لكم فيديو الجبنه المعمل، مش عارفه ده اللي هينزل الاول ولا الجبنه المعمل. المهم ده شرش الجبنه المعمل. طب لو ما عندكيش شرش جبنه معمل، انت برضو انا عامله لك ممكن تحط شرش جبنه قريش برضو لو ما عندكيش. انت عندك هنا الميه دي من الكات الغليانه ومتبرده، يعني غليانه وميه بارده مش دافيه ولا اي حاجه، ميه بارده خالص. هنا احط كده اول حاجه المحلول او الشرش بتاع الجبنه المعمل، هحطها في البرطمان زي ما انتم شايفين كده. ممكن تفضل معاكي من يوم ل20 يوم في التلاجة. وهنا احط الحليب، طبعا الحليب ده يا جماعه مغلي ومحطوط له معلقه ملح برضو، وهنا ميه مغليه ومتبرده وحطت لها كمان معلقه ملح. ما تكتريش ملح، وبقول لك وباكد عليكي علشان الملح هنا طبعا احنا عارفين ان هي جبنه اصلا قريش. وكده خلصت كده زي ما انتم شايفين. بتحط بقى الكميه بتاعتك او بتحط العلب بتاعتك ديت في التلاجة على حسب الحجم او على حسب الكميه اللي انت عايزاها، بتحطيها في التلاجة. وكمان هنا هديكي كمان لو حابه تحطي لها حته
قرن شطه. شطه بتديها طعم، عايزه تقطعيها تقطعيها، عايزه تحطيها زي ما هي حطيها. هتشوفيها دلوقتي حالا معاكي. طبعا دي بقت الجبنه زي ما انت شايفاها ما شاء الله، الحته ماسكه نفسها. وزي ما انتم عارفين الطريقه بتاعتي ناجحه جدا، وما تغيروش الطريقه يا جماعه. وعندكم فيديوهات كتير قوي لو انت ست بيت وحابه تعملي مشروعك من البيت. طبعا المشروع هنا هيساعدك كويس قوي لان ارباحه كويسه، بس اهم حاجه تعملي الطريقه بالظبط، ويكون اللبن من الفلاحين او يكون لبن مضمون، يكون كامل الدسم. هنا زي ما انت شايفه انا حطيت لك الشطه اهو، او فلفل او اللي انت عايزاه. لو عايزه يعني الطعم عايزه تحطي فلفل اسود يا ست حطي اي حاجه حطيها، لو عايزه تغيري يعني من طعم الجبنه القريش. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل جديد، وهستنى اسئلتكم. مع السلامه.